السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونبدأ مع بعض وصفة جديدة من وصفات يوميات ليالي والزوز. هنعمل مع بعض النهاردة صينية البطاطس بالفراخ من غير طماطم. هنعملها بطاطس بيضة طعمها حلو جدا، تغيير عن القواعد اللي بنعملها كل يوم. طبعا معايا البطاطس متقطعة السمك كده، يعني مش رقيقة عشان تستحمل سوى الفراخ وما تتهرش معايا. ومعايا بقى بصل، ومعايا فلفل الوان، ومعايا فلفل رومي، يعني كل اللي موجود عندك استخدميه يعني. تمام. اول حاجه الكبه كده هقطع فيها البصل بالشكل ده كده، وهضيف على البصل ده التوابل اللي انا هستخدمها مع النهارده. توابل معايا فلفل وكمون وسبع بهارات وفلفل اسود، يبقى معايا كمون وسبع بهارات وكزبره وفلفل اسود وملح. هنزلهم كده في الكبه كلهم على البصل، وهضربهم بالشكل ده كده. تمام كده، ضربتهم معايا اهو. طبعا بعد ما اضرب البصل ده هجيب صينيه البطاطس كده، ومعايا طبعا الفراخ بتاعتي منضفاها كويس جدا ونقعاها ومصفياها تمام. شايفين زي الفل ازاي؟ انا مستخدمه وراك، طبعا ممكن تستخدمي صدور فرخه كامله اللي يعجبك. اجيب الصينيه واحط الوراك كده على الظهر بتاعها، مش الوش اللي في الجلد. تمام كده على ظهر الفراخ كده، واروح منزله بقى البصل كده، مشربه بيه الفراخ بالشكل ده اهو كده زي ما احنا شايفين. تمام. طبعا بقى كده بتبل الفراخ بالبصل وبسيبهم شويه كده. تعملي ايه؟ وبعد بعمل الزوز جه بيسلم عليكم اهوت. بعمل الفراخ بالبطاطس، اقلب بقى كل ورك على التاني كده ياخد من طعم بعضه، وعلى وش الورك برده كده تاني بالشكل ده كده. تمام خالص. الحمد لله كده. ايه رمضان قرب، وطبعا بقى كل سنه وانتم طيبين. والفرخه جهزت. شهر الزكاه والصدقه والحاجات الحلوه بقى. تمام اهو. خلاص كده هسيبهم بالشكل ده كده اهو كده عشان يشربوا من الفراخ. اجي بقى للفلفل. طبعا بقى مش زي ما قلت لكم مستخدمه فلفل رومي غسلاه بقى ومصفياه اهو. واقطع بقى الفلفل كده حلقات كده اهو، واحطهم برضو على الفراخ. طبعا بقطعهم كبار شويه عشان اللي حابب ياكل الفلفل ياكله، مش حابب يشيله من قدامه. طبعا بقى على بعضه كده. واقطع برضو فلفل رومي بالشكل ده كده. طبعا وصفتنا النهارده سريعه وسهله خالص خالص بالشكل ده. طبعا بقى لو وصلتوا للجزء ده من الفيديو ممكن تحطوا لايك بقى لو سمحتوا، واللي ما اشتركش يلا بزروا اشتركوا في القناه على طول عشان اي فيديو جديد يوصل لكم الاشعار بتاعه. خلاص. وطبعا تابعوني على قناتي على الفيسبوك، وطبعا بسيب لكم اللينك بتاعها على الفيديوهات. تمام في الشكل ده كده اهو. خلاص كده زي العسل. قطعنا بقى الفلفل كله بالشكل ده كده. اقلب البطاطس بقى بالفلفل بالحاجات دي. وطبعا شلت الفراخ عشان ارصها كويس بقى على الوش على الناحيه اللي فيها الجلد. خلاص كده بعد ما اتشربت كده ارص بقى الفراخ بطريقه حلوه كده طبعا عشان هبدا اسويها بقى عشان تطلع معاكي تمام بالشكل اللي احنا شايفينه ده اهو. عشان ملل الاكل والزهق اي حاجه بقى ممكن اعمل جنبها شويه مكرونه وخلاص. شايفين الجمال تحفه جدا. طبعا بقى هجيب بقى شويه كده من الزيت على الوش كده اهو. اي ماده دهنيه حباها، انا حابه زيت خفيف كده، ده زيت ذره خفيف كده حاطه منه. انت استخدمي اي زيت حباه بالشكل ده. خلاص كده تمام. ازود بقى على الوش كده شويه كده من الفلفل الاسود على الفراخ. طبعا الفلفل الاسود بيدي نكهه حلوه جدا مع الفراخ.
وخلاص كده وصفتنا خلصت النهارده كده، وهدخلها الفرن، وبعد ما تطلع من الفرن هوريها لكم بألف هنا وشفا. طبعا بقى طلعت من الفرن بالشكل ده كده، والبطاطس استوت وبقت تحفه. شايفين الجمال؟ الفراخ استوت والبطاطس كمان جميله جدا اهو. طبعا ما اتهرتش ولا حاجه، والوراك طالعه شكلها جميل جدا اكنها مشويه. بألف هنا وشفا. ولو عجبتكم وصفتي النهارده ما تنسوش اللايك. مع السلامه.